أهلا بيكم يا شباب. في فيديو النهاردة عايز أشرح لكم أزاي تربطوا الساعة السمارت بتاعتكم بالموبايل عن طريق تطبيق ماكتفبر. لنصيحتي بس، لو كنت منزل التطبيق قبل كده امسحه ونزله تاني عشان تمشي معي في الشرح خطوة بخطوة. أول حاجة لازم نعملها هي إننا نتأكد إن البلوتوث والموقع GPS في الموبيل شغالين. بعد كده هنروح إلى أيقونة التطبيق ونفضل دايسين عليها ضغطة طويلة ونختار آب إنف. من جوه هنفعل صلاحيات الموقع والأجهزة القريبة نيرباي ديفايس وكمين صور والفيديو عشان لو حبيت تحت خلفية للساعة بعدين. لما نفتح التطبيق لأول مرة هيطلب مننا نوافق على الشروط. أنصحكم تدخلوا ككاست زائر. هتظهر لك شاشة تحط فيها بياناتك زي الاسم والسن والوزن، وأنا هنا هسيب البيانات زي ما هي وأعدي الخطوة دي. بعد كده هنروح لاختيار الجهاز ديفايس ونختار توصيل ساعة ذكية. هتظهر لك قائمة بالأجهزة، اختار ساعتك منها. ملحوظة مهمة، لو ساعتك مظهرتش في القائمة اعمل إعادة ضبط مصنع للساعة وجرب تدور عليها تاني. بعد كده هنروح لجزء إشعارات الرسائل. في أغلب الموبايلات هتفتح لك شاشة تطلب منك تفتح وصول الإشعارات لتطبيق ماكتفبر. دور على لوجو التطبيق وفعله. بعد كده ارجع واختار التطبيقات اللي عايز يجيلك منها تنبيهات على الساعة زي الواتساب وغيره. دلوقتي هنروح لاختيار سوق الخلفيات دايل ماركت وندخل على كل الخلفيات. اختار ماي دايل خلفيتي واختار أول اختيار اللي هو خلفية بصورة. دوس على اختيار الصورة عشان يفتح لك استوديو الموبيل ونقي الصورة اللي تعجبك ودوس انستول واستن لما يخلص تحميل. وبكده تكون ساعتك مربوطة وجاهزة تماما على موبايلك الأندرويد. لو الفيديو ده فادك هكون شاكر جدا لو اشتركت في القناة وسبت كومنت برأيك. سلام ونشوفكم الفيديو الجاي.